السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. بقى النهارده هنعمل معاكم الكنافة بالنوتيلا، وطالعة بقى بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين. واخدة ما شاء الله اللون الذهبي كده الكنافة، وزينتها كمان بالبندق كده. بصراحة يعني كانت طعمها روعة خالص. هتعتمديها ان شاء الله على حلوياتك ان شاء الله في رمضان، ومكلفتش معانا اي حاجة ولا اخدت اي وقت. ندخل بقى على الفيديو على طول. وهنا بقى يا حبايبي هنعمل بقى معاكم الطريقة دي. بقى الكنافة كانت عندي في الفريزر، طلعتها بقى كده وهي لسه متجمدة، ونعملها بقى دي بايدينا كده. بتبقى سهلة، وممكن برضو اللي حابب يحطها في الكب. قطعها كده بتبقى سهلة يعني في التقطيع. هنا بقى ما شاء الله بعد ما فرمتها بقى كلها، هنحط بقى ايه عليها معلقتين كبار سكر. ممكن سكر بودرة او سكر عادي، يعني انا حطيت سكر عادي. هنقلبها بقى كده كويس بالسكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنعمل فيها الايه الكنافة بتاعتنا. انا دهناها بقى كويس خالص بالسمنة، وكمان على الاحرف كده. هننزل بقى بكمية الكنافة اللي احنا ايه اللي هي على قد الصينية يعني. هنعمل بقى فيها حرف كده على حرف الصينية، ونضغط بقى عليها ايه جامد كده، عشان تبقى طالعة متماسكة يعني معانا. زي ما انتوا شايفين يعني ايه في الفيديو كده بالظبط. اهم حاجة بقى الضغط ده، عشان ايه الكنافة ما تطلعش مهرية مننا من الفرن. نبدأ الاول كده ان احنا نعمل الحرف، وبعد كده بقى ايه نكملها من النص. جبت بقى صينية مقاس اصغر من الصينية اللي انا مستخدماها، وهنضغط بقى عليها ايه جامد، عشان نكبسها يعني ايه جامد كده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى عليها السمنة. طبعا اي نوع سمنة ايه انتوا تفضلوه، بس انا يعني بصراحة الكنافة بتبقى حلوة يعني بالسمن البلدي. دول حوالي 3 معالق ايه سمنة. انا ما بكترش يعني سمنة للكنافة، ما بعملش بمقدار يعني، بحبها خفيفة يعني ما بكترلهاش سمنة. هنا بقى خلاص هندخلها الفرن، وتطلع بقى من الفرن ان شاء الله. اوريها لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن، ننزل بقى عليها بالشربات على طول. طبعا شربات الكنافة بيبقى تقيل، كوبايتين سكر وكوباية مية يغلوا غلوة، نحط عليهم عصرة ليمون، ونسيبهم كده حوالي 5 دقايق ونطفي عليهم. زي ما انتوا شايفين بقى بالجمال ده. هنسيبها بقى تهدى شوية، وبعد كده بقى نزينها معاكم. هنا بقى بعد الكنافة بتاعتي ما بردت خالص، هنزينها بقى معاكم. هنحط طبعا عليها النوتيلا زي ما شفتها في اول الفيديو. طبعا الجو دلوقتي برد، فهي كانت متجمده، وانا ايه فكيتها كده على حمام مائي. اديتها بقى كده وفردتها زي ما انتوا شايفين. وعندي برضو شويه بندق كده هنزين بيهم ايه الاطراف بتاعتها كده. ممكن بقى مش عايزين تزينوا يعني اللي يريحكم، او اي مكسرات ايه حابينها. بس انا يعني طالما قلت عاملاها بالنوتيلا، فيبقى ايه حلوه معاها البندق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن بقى تزينوها يعني بالشكل اللي يريحكم، بس انا حبيت يعني اشارك معاكم ايه طريقه التزيين ديت سهله يعني وبسيطه خالص. وما شاء الله ما خدتش اي وقت، وما كلفتناش برضو كتير. وطالعه بقى بالجمال والروعه كده زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين يعني صينيه النوتيلا ديت تيجي من بره دلوقتي بكام؟ غاليه خالص. ما شاء الله طالعه روعه خالص.
طبعا زي ما قلت لكم صينيه الكنافه دي بتيجي من المحلات بتعدي 250 جنيه، اللي هي الكنافه بالنوتيلا دي. هنقطعها بقى معاكم. عملناها ما شاء الله في البيت، ما خدتش اي وقت، والتكلفه طبعا اقل بكتير. وطبعا انا مش مستخدمه النوتيلا اللي هي الاصليه، انا بستخدم سما. بصراحه حلوه يعني، ما تفرقش عن النوتيلا الاصليه باي حاجه. ما شاء الله طالعه بقى كده جميله خلاص خالص ما شاء الله. كنافه ما شاء الله كمان واخده لون ذهبي خالص وجميل. اوريها لكم كمان في الصينيه كده من جوه. هندوقها بقى معاكم. بصراحه يعني طعمها كان جميل خالص ما شاء الله. اوريكم كمان ان الكنافه من تحت ما شاء الله واخده لون ذهبي خالص وجميل. نتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.